الازازه السحريه النهارده للحمام. وزي ما انتم شايفين يا شباب اهو، بسم الله ما شاء الله، القطره جابت نتيجه والميه السحريه جابت نتيجه. وادي اول حاجه لقيناها عندنا في السلاكه النهارده، النتايه هتطلع كشك. والحمام السقعان بصوا عملنا له ايه عشان خاطر ندفيه. عاملين ايه النهارده؟ كويسين. طبعا دول اخدناهم من ابوهم وامهم، والحزين ده كمان اخدناه من ابوه وامه عشان خاطر يبيدوا تاني. كفايه كده بقى، لازم يبيدوا معانا تاني. قسما بالله ما حد عامل دوشه في السلاكه الا انت. انت كمان بترد عليا؟ اسكت خالص ما تتكلمش. وسلكتنا بعد ما ترصوا وترصت تمام واتعمل معاهم الصح، وتعالى اقول لك عملت ايه تاني. فرشنا المشمع ده على الحيطه عشان خاطر الحمام بيعمل زرق بطريقه غريبه ما يوسخش الحيطه. ورصينا العصافير بالمنظر اللي انت شايفه دوت، يبقى عندنا كده عصافير وحمام. وشوف بقى المنظر بقى اللي احنا بنشوفوه من عندنا، انتوا شايفينه بقى، دي المفرخه. الناس اللي بتسالني انت هتنش حمام، لسه اللي جاي احلى. والجوز دول قلنا حرام عليهم 3 زغلول، خدنا منهم زغلول واحد وحطيناه في الحضانه الجميله الصغيره اللي احنا عاملينها ديت. اما بقى بالنسبه للحبايه ديت، الحمام بيعشقها. هاتها للحمام، ها ما تبخلش. يعني حط ربع كيلو حتى في الكلفه. يا صباح الخير يا عنتر، يا صباح العسل عليك. طبعا عنتر اهو يا شباب في مكانه الجديد، بصوا عامل احلى شغل. بس اسكت، صباح الفل عليك يا معلم. معانا هنا زغلول لبه لسه صغير، نشوفوه نطمنوا عليه. ابوه وامه اكلوه. بصوا ترشيم، بص ترشيمه، يعني عاملين معاه فوق الصح. هو ده الكلام، الله ينور عليكم. احلى حمام في الدنيا. والمعلم ده حبسناه لوحده، لان كل ما نحط له فرد حمام لازم يضربه ولازم يعوره في دماغه. انت بقى جنسك ايه؟ انت عايز ايه يا عم؟ صبرك بالله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الفل، صباح العسل، صباح كل حاجه حلوه على اخواتنا وحبايبنا اللي مشرفينا في القناه. تحياتي ليكم وتحياتي للجميع. لو انت فعلا بتحب تربيه الحمام وبتحب انتاج الحمام، الفيديو دوت ليك. طبعا بقى لو اول مره تشوفني، يا ريت تعمل لايك للقناه وتشترك في القناه وتفعل الجرس، هيوصل لك كل جديد في تربيه الحمام. عايزين كده قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونعمل لايك للفيديو. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه. انزل دلوقتي، انزل كده هتلاقي حاجه اسمها اشتراك، دوس عليها واعمل لايك للفيديو عشان الفيديو ده يوصل لكل الناس اللي بيحبوا الحمام وبيحبوا تربيه الحمام. اشتركت في القناه ولا لسه؟ انزل يا عم اشترك، مستني ايه؟ هنخش في فيديو ضرب نار النهارده ان شاء الله. فيديو جميل، فيديو ممتع كده عن تربيه الحمام. يلا بينا باحلى اخوات في الدنيا. طبعا اول حاجه لقيتها اول ما دخلت، لقيت النتايه ديت. تعالوا بصوا كده لقينا فيها ايه، ولو انت لقيت كده تتعامل معاها ازاي عندك. بص النتايه كده، الريش اللي عندي صدرها كله واقع. لو الموقف ده حصل عندك تعالى اقول لك تتصرف ازاي وتتعامل ازاي. طبعا دي نتايه اهي على شغل. يا ترى بقى هنعمل ايه مع النتايه اللي شعر صدرها كله واقع؟ هنعمل فيها ايه؟ تعالى اقول لك نعمل فيها ايه. هنديها حاجه هتزود عندها كالسيوم، هتظبط عندها الريش، هترفع عندها المناعه، هتخليها تبيض معاك في 7 8 9 ايام بالكتير قوي. شغل دماغك بقى الحمام وانت تكسب منه. اول حاجه لما تلاقي الحمام عندك بدا يوقع ريش، والريش بيروح بالطريقه اللي انت شايفها كده اهو، كل اللي عليك هتعمله هتروح لاقرب صيدليه بشريه، تخش كده تخبط عليه تقول له عايز كالسيوم 3 جي اف. طبعا شكل الشريط اهو. طبعا كل اللي انت بتعمله بتجيب الحبايه ديت اهو وبتقسم الحبايه نصين بالمنظر اللي انت شايفه ده كده. طبعا وديت بتبدا تروح عند المسقه بتاعت الميه بتبلها وبتسمي الله كده، وبتمسك النتايه اهو زي ما انتم شايفين وتديها نص الحبايه وتقول لها بالهنا والشفا على قلبك. بصوا يا شباب الكالسيوم ده جربه وهتدعي لي. 3 جي اف محار البطن، وندخلها تاني على ذكرها. وتعالوا نشوفوا ده في حاجات كتير قوي النهارده، تعالوا نشوفوا في ايه. طبعا بقى كلنا عارفين ان جوز الحمام دوت تحت منه زغلولتين. تعالوا كده اهو، ادي زغلول اهو يا شباب، وادي الزغلول التاني. خلاص بقوا بغال اهو. بصوا بقوا شبه البغال ولسه قاعدين عند امهم بياكلوهم وبيشربوهم. هنفضلوا قاعدين معاهم لحد كده؟ لا. هتلاقي اما الزغلولتين يكونوا عندك بالمنظر اللي انت شايفه دوت، اول حاجه تعملها تاخدهم من عند ابوهم وامهم. تعالى اقول لك بقى تعمل معاهم ايه. هتيجي عند سلاكه فاضيه شبه كده تدخلهم اهو. طيب دول بيعرفوا ياكلوا لوحديهم؟ لا ما بيعرفوش ياكلوا لوحديهم. طيب ايه اللي هنعمله معاهم عشان خاطر ياكلوا لوحديهم؟ مفيش اسهل من كده. تعالى كده هنا عندنا شابين شقلباز اهو.
ناخد واحد من الشقلباز دوت نحطه مع المسافات هنا، وناخد زغلول من دوت نحطه هنا. طيب ليه عملت كده؟ عملت كده عشان خاطر الشقلباز بيعرف يلقط، هيعلم الزغلول التاني هو يلقط ويتفطر. امين؟ هو انت لسه ما عملتش لايك؟ ما تنزل تعمل لايك يا عم. انت شاب اللي طلع لكم هناك ده انا ما اعرفوش، عايز تعمل لايك اعمل، مش عايز تعمل براحتك، ولسه اللي جاي احلى. عايز ايه يا عم؟ عايز ايه؟ انت فاكرك حد يعمل لك لايك؟ عاوز منك ايه يا عم؟ اهري خليك افضل اهري. ما تشغلش دماغك بيا، ركز بس في حمامك وما تشغلش دماغك بيا. بتبص لي ليه؟ ما تكمل يا عم الفيديو للناس، شاغل بالك بيا ليه؟ ماشي يا عم، تمام يا شباب. يبقى احنا كده فهمنا عشان خاطر نفطم الزغاليل اللي لسه واخدينها من ابوهم وامهم، نحطهم مع فرد بيلقط عشان يلقط زيهم ويبقى زي الفل ان شاء الله، ويتفضل معاك ويبقى زغلول زي الفل. طيب هنعمل ايه بقى مع الجوز دول عشان خاطر نخليهم يبيضوا معانا تاني ويشتغلوا معانا تاني؟ كل اللي علينا هنعمله هنبدا نحط لهم الوجبه بتاعتهم، وجبه الفطار. طيب الاكل بقى بيتكون من ايه؟ هقول لك بيتكون من ايه. بصوا كده يا شباب، ده الاكل اللي انا باكله للحمام بتاعي زي ما انتم شايفين كده. غله، ذره عويجه، ذره صفراء، بزله، وبحط عليهم شويه جنزبيل عشان خاطر المعوي بتاع فرد الحمام، لان المعوي دوت هو اخطر حاجه بيضر فرد الحمام وبيخليه مش بيبيض ومش بينتج. يلا بينا نحطهم سوا مع بعضينا اهو، هنديهم اكلهم كده اهو زي ما انتم شايفين. طبعا فرد الحمام وراك فين؟ اهو فرد الحمام طول ما هو شبعان، طول ما هو بطنه مليانه، مش هيفكر معاك الا في الانتاج وبس. يبقى ناكل حمامنا ونظبطه في الاكل. طب في حاجه ثانيه عايز اقولها لك انا بقى عشان تاخد بالك منها كويس قوي قوي، اللي هي ايه؟ ان فرد الحمام اول حاجه ما ينفعش يكون الاكل قدام منه على طول. يعني ايه؟ يعني تحط له الكلفه دي نص ساعه في اليوم وتبدا تشيلها من عليه. لو معاه زغاليل بتحط له الاكل نص ساعه الصبح وتبدا تشيلها، وبالليل برضه بتحط له الاكل نص ساعه وتبدا تشيله. طب بتشيل الاكل ليه؟ لان فرد الحمام طول ما الاكل قدام منه هيزهد من الاكل. يعني ايه يزهد من الاكل؟ يعني هياكل لك حبايتين، هياكل لك ذرتين ويقعد ساكت كده ما يعملش اي حاجه، وممكن يعمل زرق على الاكل يجي ياكله المعوي بتاعه بيحصل له مشاكل كبيره جدا وبيشتكي ان الحمام بيبقى عنده اسهال، الحمام بيجي له كنكر، الحمام بيجي له برد، كل دوت في المعوي. يبقى عشان تشتري دماغك حط له الاكل نص ساعه وابدا شيله له. طيب النهارده بقى ان شاء الله هنحطوا حاجه في الميه كده هتخلي فرد الحمام معاك بسم الله ما شاء الله زايد جدا جدا جدا. الكلام دوت للناس اللي اشتكت وقالت ان الحمام مش عايز يتجوز ولا عايز يفرخ ولا عايز ينتج. وطبعا زي ما انتم شايفين حطينا اكل للحمام كله ودخل ياكل بالمنظر اللي انتم شايفينه كده. طيب هنحط الميه دلوقتي؟ لا مش هنحط الميه دلوقتي، لان الميه انا دلوقتي مجهز فيها حاجه كويسه قوي قوي هتفيد معايا فرد الحمام وهتظبط الدنيا، نخلي الحمام ياكل ويشبع وبعد كده نشوفه هنحطه ايه في الميه. طيب ايه اللي احنا هنحطه في الميه ده يا شباب؟ في ناس كتير اشتكت وكتبت لي في التعليقات الحمام بيبيض بيض غير مخصب. ليه؟ هقول لك برضه ليه. الحمام بيبيض بيض طري. ليه؟ هقول لك برضه ليه. كل دوت بيبقى نقص كالسيوم عند فرد الحمام. طيب ايه علاقه نقص الكالسيوم؟ بتلاقي البيض مروق، بيبقى فيه نقص خصوبه عند الذكر. طب كل ده هنعالجه ازاي؟ هنعالجه مع الازازه السحريه اللي احنا مجهزينها النهارده لاحلى اخوات في الدنيا. نسيبوا الحمام ياكل ونحضر الازازه السحريه ونرجع لكم تاني. الازازه السحريه اقسم بالله انت اللي سحري. وريني يا اخويا احسن من كل يوم. وريني بقى الازازه السحريه دي شكلها عامل ايه؟ وهتعالج ايه؟ ده الناس بتقول لك حمامي مش عايز يلد، حمامي مش عايز يمسك، حمامي مش عايز يفرق، ولو باض هيجيب لي بيت ما فيهوش دم، يعني بيت ما فيهوش دليل. دي الناس تعبت من الكلفه وتعبت من سعر الكلفه. انت بقى الفتك اللي هتخليهم يوفروا سعر الكلفه ويخليهم ينتجوا زغاليل؟ ورينا يا معلم هتعمل ايه؟ ده الناس زهقت من الحمام يا عم، والله الناس زهقت من الحمام. طب اللي زهق من الحمام يكتب لي في التعليقات كده ما تاخدش بالك بيا ومحدش يسمع كلامه يا رجاله. قسما بالله الحاجات اللي انا بقولها لكم دي انا بس بعملها عندي والحمد لله ربنا كرمني بالزغاليل. والناس اللي سامعاني من زمان عارفه الكلام ده كله، عارفه ان بسم الله ما شاء الله الله اكبر الحمام لو كتبته صح بتلاقي عنده انتاج وبتلاقي عنده زغاليل. احنا وصلنا 77,000 ولا 78,000 مش من شويه. خليه هو كده قاعد كده متغاظ مننا
وان شاء الله هنوصل 100,000 ليكم. عايزين بقى ايه نحرق دمه ونعمله لايك للفيديو ونشترك في القناه نوري له كام واحد هيعمل لايك للفيديو دوت، وان شاء الله بامر الله كله هيفرح وكله هينتج مع احلى اخوات في الدنيا. طبعا زي ما انتم شايفين الحمام بتاعنا كله كل وشبع وفي انتظار الازازه السحريه. يلا بينا نجيبوها. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين ازازه الميه اهي طبعا فاضيه خالص. هنبدا بقى نجيبه. اول حاجه هنقدمها النهارده اللي هي خصوبه ورفع مناعه. ما انت عشان خاطر تخلي الحمام يجيب بيض في دم لازم ترفع المناعه بتاعته ولازم تزود الخصوبه عنده. طيب دي كده 2 لتر ميه. كل اللي عليك هتجيب الخصوبه ورفع المناعه ديت وهقول لك اسمها ايه وتجيبها منين. هتحط 2 سم، يعني اللتر بتحط عليه سنتي زي ما انت شايف كده. تعالوا كده نرب ازازه الميه. بص كده لما نرب ازازه الميه هيبقى شكلها عامل ازاي. بصوا يا شباب قلبت معاك ميه وصابون، مش عايزك تقلق ولا تخاف. طيب امتى بقى نقدمها للحمام؟ بتقدمها للحمام على عطش، لان فرد الحمام ذكي جدا جدا جدا. لو حس ان طعم الميه متغير مش هيشرب، فاحنا هنطلع اذكى منه. هنقدم له الاكل كده ونسيبه ياكل في الاكل لحد ما يشبع، بعد كده نخش عليه بالميه السحريه. طيب نقدمها امتى؟ لما تلاقي الحمام عندك بيتاخر في الانتاج، لما تلاقي الحمام عندك مثلا جول شبه المسافات دوت كده لسه اخدين منه زغاليله. كل الكلام دوت بيفيد معانا فرد الحمام. هنستخدمها قد ايه؟ هنستخدمها 3 ايام عشان خاطر نرفع معدل الخصوبه عند الذكر. طيب للزغاليل هنستخدمها ليوم واحد عشان نرفع المناعه عنده. مش اي شويه برد يجوا يلطشوا فرد الحمام. لو شويه شتا شبه اللي فاتوا دول وفرد الحمام مناعته مش مرفوعه، فرد الحمام بيتعب وبيموت منك وانت بتشتكي. يبقى للزغاليل مره واحده، للحمام عشان خاطر الخصوبه 3 مرات. تعالوا بقى جوز مسافات شبه كده زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا بقى نقرب كده مع بعضينا. طبعا احنا اعطيناهم اكلهم وكلوا وشبعوا زي الفل. دلوقتي المسقى عندهم فاضيه زي ما انتم شايفين كده اهو، ما فيهاش ميه نهائي. انا بقول لك تقدمها له على عطش ليه؟ عشان يخش يشرب كميه كبيره من الميه زي ما حضراتكم شايفين كده، ما يحسش ان طعم الميه متغير. بص شرب ازاي؟ النتايه برضه هتخش اهي هتشرب برضه الكميه اللي جسمها محتاجها. يبقى انت كده فدت فرد الحمام من غير ما تاخد بالك. لكن لو انت قدمتها له وهو عنده ميه، ساعتها فرد الحمام هيحس ان طعم الميه متغير مش هيشرب منها. يلا بينا كده مثلا عند اي جوز تاني بتبدا تشرب حمامك كله، اهم شيء بيكون على عطش. طيب ايه اللي انت استخدمته دوت؟ ده اسمه هاء سيلينيوم الغنام الاصلي. عايزك تتاكد ان هو اصلي، عشان لو مش اصلي يبقى انت حاطط فعلا ميه بصابون عند الحمام. اي سيلينيوم بتحطه في الميه بيعمل معاك الرغاوي ديت. بس انا جربت حاجات كتير قوي زي ما انتم عارفين، واكتر حاجه جابت معايا نتيجه السيلينيوم دوت. في الماني، في هولندي، بس انا على الايطالي ما اقولكش بنتيجه. تعالوا مثلا نخش اللي فوق دول نرفع القمر عليهم كده، اللي هم الفريزيات دول. هبدا برضه احط لهم ميه اهو زي ما انتم شايفين. معاهم زغاليل هيشربوا ويشربوا زغاليلهم يبقى هم استفادوا وجسمهم كمان استفاد والزغاليل بتاعتهم برضه استفادوا. طبعا الحمام شايف من الكاميرا اهو زي ما انتم شايفين. احنا لازم نشغل دماغنا مع الحمام. بص الزغاليل واقف ازاي، ارجع ورا عشان تشرب. يبقى احنا شغلنا دماغنا مع الحمام هنقدر نكسب ونربح منه بسم الله ما شاء الله الله اكبر زي ما حضراتكم شايفين. يبقى اي علاجات نقدمها على عطش. اي فيتامين هنحطه في الميه لازم نحطه على عطش. تعالوا بقى نشوفوا الحضانه اللي احنا عملناها ديت وعملناها ليه. يلا بينا مع بعضينا نحط للجوز دول ميه يا شباب. اي حد محتاج ميه نبدا بقى نزود له ميه عشان خاطر نفيده فرد الحمام ونفيدوا الزغاليل ونظبطوا الدنيا. طبعا كلكم عارفين ان انا لسه ناقل السلاكه ديت جديد هنا، وكان معانا زغاليل صغيره خالص. في امهات رضت ان هي تقعد وفي امهات ما رضتش ان هي تقعد. طيب نعمل ايه؟ بص كده النتايه كانت بتشرب من الميه اهي زي ما انتم شايفين. مش هتحس ان طعم الميه متغير خالص ولا هي ولا الذكر. طبعا دول كان تحت منهم زغلولتين. تعالى اوريك بقى الزغلولتين دول عملت فيهم ايه. تعالوا هنا كده يا شباب.
بدات ان انا اسحب الزغلولتين كده اهو، وعملت لهم لمبه عشان خاطر ادفيهم، وعبدا اكلهم يدوي عشان خاطر نفيد ونستفيد من تربيه الحمام. وهو دوت اللي احنا قدمناه النهارده، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو نغيظه اخينا اللي قاعد هنا دوت، ونعمل لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل الجرس، واستنوا في كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى صباح عليكم.